الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الحقيقة الآية ديت لو أنت رجعت للآية اللي قبليها هتلاقي سبحان الله، وكأن الله سبحانه وتعالى يربط ما بين الأكل بالحق والأكل بالباطل. الآية اللي قبليها بتتكلم عن آيات الصيام وأحكام الصيام، ومتى تأكل ومتى لا تأكل. كلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهنا يتحرى الإنسان المأكل أو المشرب اللي هو الحلال، فمن باب أولى أن يتحرى ألا يدخل جوفه الحرام. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا، فهذا نهي من الله سبحانه وتعالى ألا نأكل أموال الناس. وهي أموال الناس بتتاكل؟ هذا تعبير رائع وبديع، وهذا من بدائع القرآن ولغة القرآن. الله سبحانه وتعالى طبعا تشبيه. الله سبحانه وتعالى يعني نهانا عن أكل أموال الناس بالباطل، والظاهر لأن أغلب حال الناس اللي هو المأكل، اللي بياخد فلوس كتير وعايز يكسب كتير تلاقي بياكل أحسن أكل وبيلف أحسن مطاعم، هدفه الأول اللي هو المأكل والمشرب. تمام، دي أول حاجة. وبعد كده بقى العقار، وبعد كده الأراضي، وبعد كده كل ده بعد كده. لكن الأظهر واللي هو بيسعى إليه الإنسان من أجل البقاء اللي هو المأكل والمشرب. فهذا التعبير تعبير مجازي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فأكل الأموال يكون بالحق أيضا، فهناك أكل بالحق وهناك أكل بالباطل. أكل أموال الناس بالحق كأن تأكل مال إرث ميراث الحق، التجارة، البيع، الشراء، كل هذا مال حلال ربنا سبحانه وتعالى أحله. أما الباطل اللي هو الزائل الذاهب، كحال البطلة اللي هم السحرة، فده زائل. وسبحان الله، يعني رحمة الله على أبي كان يقول لي المثل اللي هو العامي، المثل اللي مش هقدر أنساه أبدا. يقول لك: الحرام عمره ما يعمر، وإذا عمر دمر، وإذا عمر دمر. صدق. ولا تأكلوا أموالكم بينكم. ولاحظ برضو ولا تأكلوا أموالكم، الخطاب وكأن هذا الخطاب موجه إلى نفسك، زي ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. تمام. وكأن سبحان الله إن اللي هي هتعود عليك أنت، كأنك بتاكل مالك أنت، مال نفسك أنت. وكأن الله تبارك وتعالى يوثق هذه الرابطة القوية، رابطة الإسلام والمسلمين، إنما المؤمنون إخوة. أنا ما ينفعش آكل مال أخي اللي هو أخويا في الإسلام، اللي هي أوثق عرى الإسلام. ما ينفعش آكل حقه بالباطل، بالظلم، بالطغيان، بالعدوان، بالرشوة، بالكذب. ما ينفعش. تلف وهترجع علينا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في سورة المطففين: وإذا كالوهم أو وزنوهم. يعني هل أنت لما بتيجي تروح مثلا توزن أي حاجة بتروح للبياع بتوزن نفسك؟ وإذا كالوهم هتوزن الشخص ده؟ لا. وكأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الشيء تمام معيارا لرابطة هذه الأخوة. أي حاجة هتعملها وكأنها تعود على نفسك بالضرر أو بالنفع. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الرابطة القوية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طب دي وعرفناها. أمال إيه بقى وتدلوا بها إلى الحكام؟ وتدلوا بها إلى الحكام هذا نهي من الله سبحانه وتعالى ألا ندلي بشهادة زور أو بتكذيب بافتراء إلى الحكام اللي هم
الحكام إذا أطلقت في الشريعة الإسلامية عني بها اللي هم القضاة والهيئة القضائية الذين يفصلون ويحكمون بين الناس وبين قضايا الناس. أما الحكام اللي هم رؤساء الدول دول هم أولياء الأمور وأولياء المؤمنين اللي هو ولي الأمر يعني. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. في واحد شاطر جدا يقعد يستف ورقه ويظبط ورقه بالباطل، يجيب شهادة زور ويجيب أناس زور لا يتقون الله سبحانه وتعالى، بحيث ان هو يثبت الحق لنفسه ويعلم انه على غير حق وانه على باطل وانه هيهضم حق اخيه، ولكنه آثر الحياة الدنيا. ده هيروح من ربنا سبحانه وتعالى فين؟ ده بياكل اموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك لان كتير من الناس مفكره ان حكم القاضي ده اللي هو مفيش بعده، لا، ده حكم القاضي ده حسب الاوراق اللي ايه، الاوراق اللي هي امامه والادله اللي هي بيحكم بيها، الحاجه اللي قدامه بيحكم بيها. هو ولا كان معاك ولا كان مطلع على نيتك وعلى سريرتك ولا يعرف اي خبايا غير الادله اللي موجوده قدامه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم تحتكمون الي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيحكم بين الناس بما معه من أدلة. ممكن واحد يكون شاطر جدا وشاطر في الكلام وعنده لسان معسول ويهضم حق أخيه وعارف إن هو على باطل، ويرشي الحكام ويرشي القضاة ويرشي من أجل الحصول على المال أو الحصول على عقار بغير حق. هذا فليتق الله. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، أي لتأخذوا حقا من ثلة قليلة من أموال الناس بالإثم. فريق اللي هم جماعة صغيرة من فئات الناس، فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الإثم هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، بالإثم وأنتم تعلمون. وحط تحت وأنتم تعلمون دي 100 خط، لأن ممكن واحد يا عيني مش عارف، ممكن ياخد حاجة ممكن ما يكونش عارف حكمها، تمام، ولكن سبحان الله هو لا يعلم، فالله سبحانه وتعالى يعذره بجهله، يعذره بجهله. ولكن من يعلم ويعلم أنه على باطل وأنما يأخذ ظلم وطغيان على حق أخيه، هذا ويل له في الدنيا وفي الآخرة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل في أرزاقهم، وألا يأكلوا إلا الرزق الحلال الطيب كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. وهذه الوصية عامة لكل المسلمين: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ويذكرني قول الشاعر: وما كان في رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق. والأرزاق دي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى فرغ منها وكتبها في اللوح المحفوظ. وسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى وكل ملك أول ما يولد الإنسان، يوكل الله سبحانه وتعالى ملك ينفخ في روعه فيكتب له 4 أشياء، منها رزقه من أول ما يتولد لغاية ما يموت. وفي السماء رزقكم وما توعدون. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وأن يغنينا بفضله عمن سواه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم.